السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. أبطال تاني إعدادي دفعة 2026. هنكمل حمل مع بعض كتاب جيم الترم التاني، ووصلنا ليونت 7. أول واحد عندنا في الترم التاني يونت 7 بار 2. زي ما احنا اتفقنا قلنا نجرب كده مع بعض، بحفظ الكلمة ومعناها كويس بالعربي جدا عشان ابتدي اتعامل مع حل الأسئلة. بفعلية يعني ايه effectively؟ طب انا عندي القدرة ان انا احفظ السبيلنج، يا ريت والله. يبقى تاني خطوة احفظ السبيلنج effectively، يعني بفعالية يعني effectively. تاني خطوة بقى السبيلنج، ما عنديش القدرة بقى ان انا احفظ السبيلنج، يبقى على الاقل قدرت اتغلب على جزء كبير جدا منه لو جربوا الطريقة بتاعتي، وان شاء الله نستفيد ونحقق اعلى استفادة. الناس اللي معهمش الكتاب يوقفوا الفيديو عند كل جملة كل تعبير، ويعملوا نوتس للحاجات اللي هم عاوزين يسجلوها. ادي تصريفات الافعال، السينونيم اللي هو المعنى والانتون والعكس. خلي بالك الكلمات اللي هي البريفكس او الحروف اللي انا بحطها بريفكس وسافكس عشان تحول لي الكلمه ديت الى ناون ولا ادجكتيف ولا ادفيرب ولا فيرب ولا ايه بالظبط. وجايب لي تمرينه صغيره عليها اهوت. قلنا النصوص بتاعتنا بقراها واجمع افكارها. هنعرف ان شاء الله في فيديو خاص كده ازاي بكتب اي باراجراف يقابلني. التعريفات انا مش بحفظها، يجي يقول لي ايه in a way that works well and produces good results. اكيد انا بتكلم ان انت تتكلم او تعمل الحاجه ديت ايه effectively بفاعليه، فمش محتاج ان انا احفظ التعريف. مجرد ان انا بعرف معاني كلمات الدنيا تبقى بيس واشتغل عليها سهل خالص. قلنا الفانكشنز بشتغل عليها. الفانكشنز ازاي بسأل، ازاي بجاوب، ازاي بسأل، ازاي بجاوب، اجمعها. وجايب لك تمرينه صغيره اهو بيتكلموا عن سكول تايم تيبل. عندنا ايه اول حصه، طبعا عندنا انجليزي لانه قال لي انجلش لانه دي مادتي المفضله. اعتقد ان الانجليزي ده ايه، اكيد هدي صفه حلوه. اتس جود، اتس انترستنج، اتس يوسفول. اسال عن وقت او الزمن يبقى وات تايم اللي هي بتساوي وين، عشان قال لك بيبدا الساعه 8 o'clock. طيب عندنا ماس، يبقى عندنا بعد كده ايه، يبقى what subject do we have after that، او what بس على طول. طيب عشان ما نضيعش وقتنا نجمع بقى معاني الجمل كده. يعني هنا بتكلم على ايه، الحصة الأولى يبقى الفيرست بيريود أو الفيرست كلاس. بتكلم علشان تعمل الحاجة ديت بفاعلية يبقى effectively. يتحكم، يسيطر، يدير، يبقى أنا بتكلم على manage، يدير. السيستر ديت شخصية منظمة لأنها بتخطط يومها وبتراجع جدول مواعيدها، يبقى هي شخصية organized. إن الأحداث ديت فول مع حرف الجر أوف مليئة بسربرايزز. أظهر when he shouted at everyone in the room، يبقى ما كانش فيه ضبط نفس هنا، يبقى no self control. بقول إن الفصل بتاعنا يتحرك يسير بسلاسة لما كل واحد بيستمع، يبقى runs smoothly. إن الأمور تسير بسلاسة أو بسهولة. أثناء استراحة الغداء بنقول عليها break، lunch break. رامي sat in his مقعده المعتاد، يبقى usual seat. المعنى بتاع manage، يدير، يبقى control. وادي قلنا سؤال complete، الكومبليت تمام. بجمع برضو المعاني ان هو هنا follow التايم تيبل، ايه الحصة. يبقى البيريود بتكلم ان هو run smoothly، يقدر يدير وقته، يتحكم في وقته، يبقى manage. الجنجل بوك بتاعنا ادي الشخصيات، موجلي والفاذر وولف، المذر وولف، شير خان وبالو وباجيرا. طبعا انا مش هحفظ مكانك، عشان كده بنقول ايه، انا لازم اجمع الافكار بتاعتي. اشتغل على معنى، نشتغل على معنى الكلمة ومعناها بالعربي. الدنيا هتمشي بيس ان شاء الله. وجربوا الطريقه ديت وقولوا لي رد الفعل بتاعكم ايه. جربوا بس معايا اليونت ديت كده ونشوف رد الفعل بتاعنا ايه. تمام. الناس اللي معهمش كتاب قلنا يوقفوا الفيديو عند اي جزئيه عاوزين يتعاملوا معاها ويسجلوا نوتس، اي ملاحظات عايزينها. وادي ايه الاسئله بتاعه القصه بتاعتنا. القصه دي بتحصل فين؟ اكيد فورست، الغابه. اكتشف ان بيبي بوي في الجنجل كان فاذر وولف المذر وولف. الولف باك كان فريشلي قدم لهم ايه، فريشلي كيلد اوكس، ده بغير عشان يوافقوا. والاسئله بتاعتنا اهوت، نقرا السؤال والاجابه.
هنا البيبي بوي كان تايه من قريته، يبقى واندر بالايه، خلي بالكم. التايجر ده كان شرس، كان عايز موجلي، يبقى اقول له وايلد. المذر وولف ستود فيرملي، بقوة بثبات بحزم ضد التايجر. موجلي became part of the سيون وولف باك، القطيع بتاع سيون وولف الذئاب. الانيمالز وير كانوا astonished، مندهشين. we teach students to have يبقى have أو show respect، يظهر الاحترام. اتخذت أو تولت المسؤولية بتاع cleaning البورد after class، يبقى responsibility. عكس manage يدير، يبقى بنقوله miss manage، نضيف لها بالفيكس يبقى miss manage. عاوزين move نحرك، أنا يحرك، نحولها إلى noun اسم، يبقى نقوله movement، دي يبقى السفكس ment. القطعة بتاعتنا رقم 3 رقم 4 رقم 5. طب هنا بيقول لي عمر هاز عنده معاه مواعيد ثابتة، يبقى fixed time table. عمر says if he manages his time wisely، لو أدار وقته بحكمة ايه اللي هيحصل؟ يقدر يلعب ويقدر يذاكر. وادي اتكلمنا على 3 4 5. ادي القصة بتاعتنا. هنا بقى عايزين نشتغل على don't be قلنا تساويها ايه؟ it's important not to، يبقى اقول له هحذف الجزء ده كله، اقول له don't be cruel to animals. طب لو قال لي شغل shouldn't، اقول له you shouldn't be cruel to animals. طب always يبقى اقول له don't forget to bring your PE uniform. اذا بقول له ما تنساش تجيب لنا او تحضر your PE uniform، اقول له افتكر احضار، يبقى always bring، always ايه؟ bring your PE uniform. طب حد تاني يقول له يا مستر انا هشغلها always remember to، اقول له ماشي تمام، يبقى جبت نفي النفي او عكس الفعل بتاعنا. عايز اشغل you shouldn't، ايه اللي يساويها؟ it's not wise to، يبقى اقول له you shouldn't sit too close to the TV. او don't sit لو قال لك شغل لي don't. طب you should هنا يساويها ايه؟ it's a good idea to، يبقى اقول له you should do your homework before playing. اتكلمنا على school time table، نفس الكلام اهوت. عايزنا نشغل don't، يبقى احذف you must not واحط مكانها don't be late. قال لك شغل لي shouldn't، اقول له you shouldn't be late. طيب it's helpful to، عايزنا نشغل should، يبقى اقول له you should read English books every morning او every evening. عايزنا نشغل هنا should برضو، ايه اللي يساويها؟ you are advised to، يبقى advised تعبر عن النصيحة، عشان كده اقول له you should wear a helmet when cycling. all the best. ادعمونا باللايك شير والاشتراك في القناة، سيبونا كومنت في صندوق الوصف، وشاروا الفيديو على قد ما نقدر عشان نقدر نكمل مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.